تعمل ايه لو كنت فاشل في حياتك ومالكش اي لازمه في الوجود، وجالك الفرصه ان انت تتغير للاحسن وتخلص على ملك الشياطين وتبقى كينج الزمان؟ يا ترى هتمسك في الفرصه ولا هتضيعها منك؟ هو ده بالظبط اللي احنا هنعرفه في حكايتنا النهارده. لكن قبل ما نبدا ما تنساش الصلاه على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. ويلا بينا مش هطول عليك. دي هي ماري، طفله بريئه بتلعب في جنينه بيتهم. فجاه بيدخل عليها ابوها وامها، كانوا راجعين من رحلتهم ومش هم لوحدهم، لا ده معاهم طفل صغير كمان. امها بتقول لها ده يبقى اخوك شيون. ماري بتشوفه وبتفرح كده، بتحاول تلعب معاه بس الواد بيستغربها جامد. الوقت بيعدي وبعد 3 سنين بتكبر ماري وشيون، بيكونوا بيلعبوا سوا في الجنينه. بيشوف ابوهم راجع من شغله فبيقابلوه جري وبيرحبوا بيه. ابوها بيقول لها طول عمرك بنت نشيطه يا ماري، بتيجي تسلمي عليا اول ما اوصل البيت. شيون بيقول له يعني انا اللي مش نشيط؟ ابوه قال له لا طبعا انت كمان نشيط يا عم شيون. انتوا عاملين ايه بقى كده النهارده؟ ماري بتقول له كل حاجه ماشيه زي الفل وبنلعب من بدري. شيون بقى بيبقى كسلان كده. ماري بتعرفنا انه ولد كويس وبيساعد امه في البيت، بس هو في الفتره دي في حاجه مسيطره على تفكيره ومش مخليه مركز، وعمال يتدرب في الجنينه لوحده على حاجات غريبه هي مش قادره تفهمها. الليل بيجي وبتبقى الاسره كلها بيتعشوا سوا. شيون بيسال ابوه عن الوحوش وهل هي موجوده في مدينتهم ولا لا. ابوه بيقول له ايوه طبعا موجوده يا ابني، بس دي تبقى خطيره جدا، خلي بالك لو وحش فيهم ظهر لك اوعى تواجهه، اجري على بيته واستخبى فيه بسرعه. شيون ما بيبقاش مقتنع بكلام ابوه قوي، يعني ايه هجري وما اقتلهمش؟ شيون بقى بيساله طب في جنيات؟ ابوه بيقول له لا لا مفيش الكلام ده. طب حتى في حاجه اسمها سحر يا والدي. ابوه بيتعصب وبيقول له انت جايب الكلام ده منين؟ مفيش هنا لا سحر ولا جنيات، واوعى تفكر في الكلام ده تاني. شيون بيبان عليه الزعل كده، فاخته بتحاول تخفف عنه، بتقول له يا ابني انت كويس؟ قال لها اه انا تمام. وبعد 3 سنين من اليوم ده بتبقى ماري بتتدرب جامد على استخدام السيف. شيون بقى بيبقى قاعد ماسك كتاب وعمال يقرا فيه، بيقول لها انا شايفك تعبه نفسك قوي في التدريب، بتعملي ده كله ليه؟ ماري بتقول له ما انا اختك الكبيره، فبتدرب جامد تحسبا ان يحصل اي حاجه في يوم من الايام، انا لازم اكون مستعده علشان احميك. انا مش ذكيه كفايه بس ما تقلقش، انا بتطور في استخدام السيف كل يوم. وفعلا يا صاحبي ماري ما بترحمش نفسها، بتتدرب ليل ونهار لدرجه انها بتاخد صاحبتها روز وبتروح تتدرب ناحيه البحيره. روز بتقول لها والله انا مستغرباكي، ايه يا بنتي حياتك كلها تدريب مفيش راحه خالص. ماري بتقول لها حركي نفسك شويه وتعالي برزيني. روز بتقول لها لا والله انا طول اليوم بساعد جدي ما عادش فيا حيل. قال لها صحيح اخوك الصغير ده لسه قافل على نفسه الاوضه ومنعزل عن الناس. ماري بتقول لها انا مش عارفه هو بيعمل ايه، بس بمذاكرته دي حاسه ان هو هيوصل لحاجه كبيره في يوم من الايام. بيقطع كلامهم ده مشهد غريب في البحيره وهي ان الميه بتنور. ماري وروز بيتصدموا. تاني يوم ماري بتاخد شيون لهناك من بدري وبيقعدوا يستنوا المشهد اللي حصل امبارح. شيون بيقول لها يا بنت امنا هتضربنا، دي قالت لنا ما نتاخرش. ماري بتقول له اصبر بس وانت هتشوف. فجاه بيحصل نفس اللي حصل امبارح، الميه بتطلع بلورات مضيئه وشكلها غريب، والكلام ده بيحصل تحديدا مع غروب الشمس. شيون بيقول لها ابويا وامي يعرفوا بالمنظر ده. ماري بتقول له جبتهم هنا قبل كده وما شافوش حاجه، هو معنى كده ان البلورات دي بتطلع للاطفال بس، ده سحر ولا ايه ده؟ شيون بيقول لها سحر. قالت له انت مش كنت بتتكلم مع ابوك على حاجه زي كده؟ هل نفسيتك اتحسنت شويه بعد الكلام؟ انا جبتك هنا علشان حسيتك مكتئب. شيون بيشكرها انها خلته يشوف المنظر الجميل ده. بيرجعوا البيت وتاني يوم بيتغدوا وبيطلعوا على البحيره تاني، بس المره دي شيون واخد معاه 3 جرادل. اخته بتقول له ايه كل ده وجايبهم معانا ليه اصلا؟ شيون بيقول لها لازم اعرف مصدر البلورات دي ايه، واحد هنحط فيه ميه البحيره، والتاني هنحط فيه الرمل والصخور، والتالت هنصطاد سمكه ونحطها فيه، وهنشوف انهي جردل اللي هيطلع بلورات. بيملوا الجرادل وبيستنوا البلورات تطلع. روز بتدخل عليهم وبترحب بصاحبتها وبتتعرف على اخوها الصغير اللي اول مره تشوفه. بتقول لهم ايه كل الجرادل دي انتوا بتعملوا ايه؟ ماري بتقول لها انت ايه اللي جابك؟ روز بتقول لها انا جاي اتفرج على منظر البلورات الجميل. شيون بيسالها بشغف كده انت تعرفي مصدرها؟ روز بتقول له لا طبعا انا باجي اتفرج عليهم بس. غروب الشمس بيجي وبتقعد روز تصطاد. شيون وماري بقى بيبقوا واقفين جنب الجرادل على امل ان يطلع منها بلورات ولا حاجه، لكن للاسف ما بيطلعش منهم اي حاجه. روز بتقول له انت عبيط، انت فاكر نفسك ان انت كده هتعرف مصدر البلورات؟ ما في حاجات كتير تحت الميه غير الصخور والسمك. شيون بيقول لها والله بجد؟ اذا يبقى لازم انزل اشوفهم بنفسي. بيقلع هدومه وبينزل البحيره. اخته بتقول له انت بتعمل ايه يا مجنون؟ بعدها بتشيل هدومها وبتنزل هي كمان وراه. شيون بيحط ايده على الميه كده وبتبقى سخنه على الاخر. ماري بتقول له انت متاكد ان انت تمام؟ الميه دي مش هتاذيك؟ شيون بيقول لها انا تمام. بينزل دماغه تحت الميه علشان يشوف الحاجات التانية غير السمك والصخور، لكنه ما بيشوفش حاجه. بيقول لاخته الموضوع طلع صعب فعلا، بس السهل اللي قدرت اوصل له ان البلورات دي مش جايه من السمك ولا الصخور. هو بيطلع يلبس هدومه علشان يروح. اخته بتقول له انت اتبسطت النهارده؟ شيون بيقول لها طبعا. روز بقى بتقطع كلامهم وبتقول لهم انها اصطادت سمكه انثى. ماري بتقول لها انثى ازاي يعني؟ هو السمك فيه تفرقه اصلا؟ روز بتقول لها طبعا. بتحطها في الجردل بتاع شيون، وهنا بقى السمكتين بيقربوا من بعض وبيطلعوا البلورات المضيئه. ماري بتقول له شكلهم حلو قوي. شيون بيقول لها انا وصلت لسبب البلورات دي، بتطلع بسبب قوه التودد بينهم، ودي حاله بتحصل لما يكونوا في حاله تزاوج. ماري بتقول له يعني انا وانت لو في حاله تزاوج هنطلع بلورات زي دي؟ شيون بيقول لها يا بنت انت مش ذكيه بس مش للدرجه دي، احنا اخوات ما ينفعش نتجوز. بيرجعوا البيت وماري بتقول له امك زعقت لي جامد لما قلت لها ان انا هتجوز شيون. شيون بيقول لها يا بنت حرام عليك انت اختي. قالت له ما انا عايز افضل معاك
معاك على طول علشان احميك. بيقول لها ماشي، ما انا كمان هفضل معاكي، بس مش لدرجه اننا نتجوز، يعني انهم يخترعون دينا جديدا. البنت بتقول له ما كلامك ده بيقول اننا لما نكبر انا هتجوز واحد تاني وانت هتتجوز واحده تانيه وكده هنبعد عن بعض. شيون بيقول في نفس الحب حلو قوي بس مش لما يجي من اختي. بيقول لها يا ست ما تقلقيش انا مش هتجوز نهائي. بيقرب منها وبياخدها في حضنه. هنا بقى بيطلع منه طاقه سحريه جباره. ماري بتتخض وبتقول له ده معناه ايه؟ شيون بيقول لها دي بس كده وقبل ما دماغك تروح لبعيد، دي طاقه البحيره لما نزلنا فيها، شكلها لسه مأثره علينا. ماري بتطلع تجري منه لكن هو بيفرح ان السحر ده طلع موجود مش زي ما ابوه قال له. وشكلنا كده داخلين على قصه اسطوريه يا صاحبي. انت بس انزل اعمل لايك على الفيديو واشترك في القناه وركز معايا في باقي الحكايه. بيطلع ان شيون ده اصلا رجل ياباني في سن ال30، قعد طول عمره اعزب علشان كان في مقوله في بلدهم بتقول ان لو عديت ال30 قبل ما تتجوز هتبقى ساحر عظيم، ولكن للاسف قعد طول عمره من غير جواز وفي الاخر مات قبل ما يبقى ساحر، لكنه عاد في جسم شيون في العالم الجديد ده. فهل يا ترى هيبقى ساحر عظيم في العالم ده؟ ده اللي هنعرفه مع بعض يا صاحبي. شيون بيدخل اوضته وبيبقى زعلان كده بسبب فشله انه ما قدرش يفعل سحره، وزعلان على نفسه انه ضيع ال3 سنين اللي فاتوا، ضيعهم في الدراسه وفي الاخر عاجز ومش قادر يثبت لابوه ان السحر موجود والجنيات كمان موجوده، وشكله كده هيدخل في حاله اكتئاب شديده لغايه ما بتدخل عليه اخته بتقول له يلا بينا وقت الغدا. شيون بيبص لها جامد كده وبيقول لها انه بيحبها. هنا بقى صاحبي جسمه كله بيشع ضوء. اخته بتتكسف كده وبتقول له هو ده وقته. شيون بيقول لها انا اكتشفت حاجه مهمه، طاقتي السحريه ما بتطلعش غير لما اعبر عن مشاعري، بس لما طلعت لك مشاعري الطاقه كانت قليله، انا كده محتاجه اشتغل على نفسي اكتر. اخته بتقول انا مش فاهمه حاجه. شيون بيقول لها بحسب دراستي في الكتب انا محتاجه اركز مشاعري اكتر علشان طاقتي تزيد واقدر اتحكم فيها، بس تمام يعني المهم دلوقتي ان السحر طلع موجود، الحاله دي هسميها بالحاله المشحونه. اخته بتطبطب عليه كده وبتقول له انت شكلك هتبقى حاجه كبيره في المستقبل او هتبقى مجنون، يعني حاجه من الاتنين مالهمش تالت. وفعلا شيون من اليوم ده هو عمال يشتغل على نفسه اكتر واكتر علشان يطلع اقصى مشاعره عنده ويكبر سحره، لكن السحر ده لسه ما ظهرش للناس الكبيره، فهو قدام ابوه وامه ملوش لازمه وكل اللي بيعمله ده في الفاضي. شيون طاقته بتخلص وعقله هيشت، خلاص ما عادش قادر من كتر المجهود اللي بيعمله، وفي الاخر شكله هيطلع على الفاضي. بيركز اكتر وبيفتكر حاله التودد اللي كانت في البحيره، بيستجمع مشاعر الفرح اللي كانت عنده ساعتها وبيطلع وقتها كل طاقته السحريه. بيركز اكتر واكتر وبيجمع كل الطاقه دي في ايد واحده، بيضرب بيها الحيطه بس ايده هي اللي بتوجعه جامد. الواد بيحزن كده ان سحره ضعيف ومش هيدمر المكان، لكنه بيفرح انه قدر يجمع سحره كله في نقطه. بيقول في نفسه انه اكيد لو اجتهد اكتر وكمل دراسه وتدريب هيوصل في النهايه لحاجه تفرحه. بيطلع بعدها للجنينه هو وماري وروز، بيروحوا لابوهم علشان يدربهم على المبارزه. ابوهم بيبدا معاهم من الصفر، بيدربهم بسيف خشب وبيقول لهم ده قوته من قوه السيف الحقيقي، بس اهم حاجه تتعودوا عليه وتعرفوا تستخدموه كويس. شيون بيقول له بس انا مش عايز اتعلم المبارزه اصلا. ابوه بيقول له لازم تتعلم علشان تعرف تدافع عن نفسك سواء ضد البشر او حتى ضد الوحوش. روز بتقول له فعلا انا جيت اتعلم علشان اعرف ادافع عن نفسي. اخته بتقول له يلا يا شيون ما تبقاش كسول كده. شيون بيبقى مش قادر اصلا، التدريب صعب عليه جدا وكده كده هو بيحب السحر. ابوه بيقول له ما كنتش اعرف ان انت بطه بلدي كده، يلا يا ماري دورك. ماري بتدخل في مواجهه مع ابوها وبتهجم عليه ولسه هتضربه، ابوها بيصد الضربه وبيضربها هو، بيقومها من على الارض وبيقول لها عاش عليكي انت وصلت لمرحله كويسه من التدريب. شيون ساعتها بيدخل اوضته وهو حزين، بيقعد يجرب سحره تاني وبيفعل قوته ولكن للاسف كل المحاولات بتفشل. ابوه بيدخل عليه وبيقول له انت بتعمل ايه؟ اتمنى ان انت تكون بتذاكر. شيون بيقول له لا مفيش حاجه. ابوه بيقول له طب ايه رايك تيجي معايا انا رايح مدينه استوريا. شيون بيفرح طبعا انه هيروح مع ابوه المدينه، اكيد هيلاقي هناك حاجات بتتكلم عن السحر. بيوصلوا المدينه وابوهم بيقول لهم احنا هنروح نتسوق الاول وبعدها هنروح لواحد صاحبي هنا شغال حداد. شيون ما بيبقاش مبسوط قوي بالرحله دي لكنه عمال يبص على كل المحلات جايز يلاقي محل بيبيع حاجات سحريه ولا حاجه. بيخلصوا تسوق وبيروحوا فعلا لصاحب ابوهم، وهناك بقى الراجل بيرحب بيهم وبيعرفهم على نفسه، بيقول لهم ان اسمه جلاست وهو صاحب غوين. غوين ده صاحبي يبقى ابو العيال. بيطلع ان الاب عامل مفاجاه لبنته جاي يجيب لها سيف حقيقي تتدرب بيه. جلاست بيقول لها السيف ده معمول بكل حب، خلي بالك ده جاي لك وصايه من الغالي، وبيبقى قصده ان ابوها وصاه مخصوص عليه. بيطلعوا من عند الحداد وبيبقوا في طريقهم للعوده. شيون بيشوف محل غريب كده، بيشاور لابوه عليه وبيساله المحل ده بيبيع ايه. ابوه بيزعق فيه وبيقول له مالكش دعوه انت بالمحلات دي. شيون بيعتذر له وبيقول له كان فضول مش اكتر، بس بينه وبين نفسه هو كان قرأ يافطه المحل واللي مكتوب عليها بائع الجنيات، وشكل كده شيون هيجي المدينه تاني يستكشف المحلات دي لوحده. في الوقت ده بيبقى في راجل من اهل القريه بيتمشى في الغابه، بيطلع له راجل تاني شكله متبهدل ومش قادر يقف على رجله، بيقول له امشي من هنا بسرعه وروح بلغ القائد انهم ظهروا. الراجل التاني بيبقى مش فاهم قصده ايه،
فالراجل المتبهدل ده بيقول له بسرعه الغيلان ظهرت وهتدمر المدينه. من جانب اخر بقى كان شيون قاعد في اوضته وعمال يفرج اخته على سحره الجديد والمرحله اللي وصل لها، وانه بقى قادر ان هو يستجمع طاقته السحريه في ايد واحده. اخته بتنبهر بيه وبتقول له مش قلت لك هتبقى حاجه كبيره؟ شيون بيقول لها لسه بدري على الكلام ده مجرد شعاع مش اكتر ولا اقل، يعني لا بيدمر ولا بيحرق ولا اي حاجه. كان نفسي يبقى زي سحر النار او الماء او الهواء او الحاجات المهمه دي. اخته بتقول له بالتدريب والصبر كل حاجه هتبقى كويسه. هنا بقى بيسمعوا صوت عالي تحت، بيجروا يشوفوا في ايه، فبيلاقوا رجاله كتير من قريه جايين لابوهم بيطلبوا منه المساعده. شيون بيقول لابوه في حاجه، ابوه بيقول له ما تشغلش بالك انت، ظهر شويه غيلان بس في الغابه وجايين على القريه. شيون بيقول في نفسه كده غيلان اكيد لو طلعت معاهم على الوحوش دي سحر هيتطور. ابوه بيقول له احنا هنروح نتعامل معاهم وانت خليك هنا مع اختك وامك، هو باقي اطفال ونساء القريه هيجوا يقعدوا معاكوا. وقبل ما الاب يتحرك كده شيون بيساله احنا هنقعد فين؟ ابوه بيقول له اطلعوا الدور الثاني والغيلان ما عندهمش مخ فاكيد مش هتعرف تطلع لكم. شيون بيقول له خلصانه روح انت وما تقلقش علينا. ابوه بيقول له انا خلفت راجل ولا ايه؟ اطلع يا غالي وانا لما اجي هديلكوا اشاره ان انا وصل. شيون بيقول له تروح وتيجي بالسلامه. وفعلا كما قال الاب بيجمعوا نساء واطفال القريه كلهم وبيطلعوا يقعدوا في بيت شيون، وكمان بيقفلوا الابواب كلها وبيحطوا الكراسي وراها. بس في غول من الغيلان بيهرب من المحاربين وبيروح على بيت شيون، بيتمشى في البيت وبيبقى خلاص هيطلع منه، لكن بيحصل برق في السماء بيلعب الاطفال فبيعملوا صوت. هنا بقى الغول بيسمع الصوت ده فبيفضل يدور في البيت كله عليهم لغايه ما بيوصل للمكان اللي الحريم متجمعه فيه. بيحاول يفتح الباب لكن بيبقى مقفول جامد، فبيقرر ان هو يكسره. بيدخل على الحريم والاطفال، يا حلاوه. هنا بقى ماري الشجاعه بتاخدها وبتقول لهم محدش يتحرك من مكانه انا هنقذكم. بتتقدم لقدام وبترفع السيف بتاعها، الغول بيطيره من ايدها. كل الموجودين بيبقوا في حاله صدمه. شيون واقف عاجز ومش قادر يلحق اخته، لسه الغول بيرفع ايده وهيخلص عليها وما تلحقها والضربه بتيجي فيها. الام بتقع على الارض متعوره ودمها بيسيل. شيون بيقول له مش دي المشاعر اللي هتحركني امال هتحرك امتى؟ وفعلا غضبه على امه بيخليه يطلع كميه طاقه سحريه اكبر من كل مره، بيهجم بيها على الغول وبيمسكه من دراعه. روز بتقول له انت بتعمل ايه؟ مسكتك دي هي اللي هتاثر فيه يعني؟ الواد بيستوعب كلامها وبيلاقي ان فعلا كده هو ما بيعملش حاجه، لكن بالعكس يا صاحبي خالص. مسكه شيون كانت قوتها على الغول كبيره جدا، والحراره اللي طالعه من طاقته السحريه مأثره على دراع الغول، وكمان شل حركته. الغول بيضربه بايده الثانيه وبيبعده عنه. هنا بقى شيون بيستوعب ان الحراره اللي طالعه منه دي مفيده ولازم يستفاد بيها كمان. بيهجم على الغول وبيحط ايده على دماغه، بيزود طاقته السحريه وبيحرق دماغ الغول وبيخلص عليه. هو استحاله من الفرح والذهول في نفس الوقت. كل اللي واقفين مش مصدقين اللي حصل. روز بتشكره ان هو انقذهم، فماري بتبقى ماسكه في امها وعماله تعيط. شيون على طول بيقومها وبيطلب المساعده من اللي موجودين، بيسالهم لو حد فيهم بيفهم في الطب، ولكن للاسف الصاحب دي قريه بسيطه ما فيهمش حد بيفهم في الطب. شيون بيسترجع ذكرياتهم من المذاكره زمان وبيسالهم لو حد فيهم بيشتغل في الخياطه. واحده من الموجودين بتقول له انا بعرف. شيون بيطلب منها تجيب ادواتها وبيطلب من واحده تانية تجيب مطهر وكمان يجيبوا قماشه نظيفه ويجوا بسرعه. الحريم بيسمعوا كلامه فشيون بينظف الجرح لامه وبيطلب من الخياطه انها تخيطه. الست بيكون اسمها ليا وبتبقى متردده كده، بتقول له مش معقول انا هعمل كده في السيده بتاعتي، انا كده ممكن اذيها. شيون بيقول لها يعني هي كده مش مأذيه؟ ايه رايك نجرب وممكن ننقذها ولا انت عايزانا نسيبها تموت؟ ليا بتتشجع كده وبتبدا شغلها وفعلا بينجحوا في انقاذ حياه امه. ماري بقى بتحضنه وبتشكره انه انقذ حياتهم. في الوقت ده ابوه ورجالته كانوا وصلوا لمخبأ الغيلان وخلصوا عليهم، وبكده قريتهم بقت في امان. ابوه بيرجع البيت وبيشوف حاله امه فبيجيب لها حكيم القريه يطمن عليها. الحكيم بيقول له الجروح عميقه بس تم انقاذها بافضل شكل. انتوا عندكم حد بيفهم في الطب ولا ايه؟ او عموما يعني مش مشكله، الحمد لله على سلامتك يا غاليه. ماري بتروح على امها كده وبتعتذر لها انها عرضت حياتها للخطر. امها بتقول لها اجمدي كده، ده انت كنت بتدافع عننا كلنا. اما ابو شيون بقى فخده بره وبيتكلم معاه شويه، بيقول له طبعا اهل القريه كلهم شافوا اللي انت عملته، ابعد يا ابني عن السكه اللي انت ماشي فيها دي. ماري بتقول له ما ينفعش، شيون ذكي وهيوصل لحاجه انا متاكده. شيون بيقول له يعني ايه ابعد؟ انا بقالي 3 سنين بذاكر في الحاجات دي، انت عايز كل المجهود ده يروح على الفاضي؟ ابوه بيقول له اهل القريه مش هيسيبوك في حالك. الواد بيقول له يعني ايه مش هيسيبوني في حالي؟ قال له يا ابني هتتعرض للتنمر والتريقه من كل صغير وكبير، هل هتستحمل الضغط ده وتكمل طريقك؟ شيون بيقول له طبعا هستحمل، انا قدامي هدف ولازم اوصل له. هنا بقى ابوه بيقتنع فعلا ان ابنه قد الضغوط اللي هيتحط فيها الفتره الجايه. بيقول له خلاص يا ابني ما دام مصمم انا هبقى في ظهرك طول ما انا عايش، ما ده واجب الاب تجاه ابنه حتى لو مش مقتنع باللي بتعمله. بس خلي بالك لو في يوم من الايام حسيت اللي بتعمله ده خطر عليك او على القريه هوقفك عنه. شيون بيقول له تمام وانا موافق. تاني يوم بقى ابو شيون بيبدا يساعده في التدريب وهو بيولع له نار علشان يبدا الاختبارات عليها. المهم ان بعدها شيون بيبدا يجمع سحر في ايده وبيحاول يلمس النور، واول ما بيعمل كده ايده بتتحرك ولكن لون النار بيتحول للازرق. بسرعه ابوه بيرشه بالميه، بيوضح له شيون بعدها ان ده حصل بسبب الظاهره الناتجه عن التلامس مع الطاقه السحريه. ابوه بيقول له ايوه انا ما كنتش مصدق لاني مش شايف اي حاجه، ولكن لما شفت النار الزرقاء عرفت ان انت مش بتكذب. شيون بيقوم وبيفضل يضحك زي العبيط، بيقول هو ده بقى السحر اللي بيقولوا عليه، كوره النار اللي كنت عاوز اعمله. ابوه استغرب من شكله المريب وهو بيضحك. ماري بتطمنه وبتقول له هو دايما بيبقى كده لما بيبقى فرحان، ما تشغلش بالك انت. ومن اليوم ده يا صاحبي بدا تدريب شيون الحقيقي، وحرفيا ابوه كان
دايما في ظهره وبيساعده. شيون بيفضل يكمل تدريبه على النار. ابوه بيقف جاهز وراه بجردل الميه علشان لما يتحرق يرش عليه ميه. الحوار ده بيفضل يتكرر ويتكرر اكتر واكتر، بمعنى ان شيون يتحرق وابوه يدلق عليه ميه، وده كله في سبيل تحليلات شيون اللي بيقول فيها ان الدخان ما بيتغيرش او حتى لون اللهب الازرق زي ما هو بيفضل يعمل كده بقى لحد ما بيتعب. ابوه بيقول له كفايه كده وبيروح يجيب اي حاجه يشربها. بعد كده روز بتيجي وبتشوف النار فبتساله لو انه بيتدرب على سحر النار. شيون بيقول لها ايوه هوريكي، بس لما ابويا يجي الاول. بتستغرب كده وبتساله هو ابوك بيساعدك؟ ابوك عارف حاجه عن السحر؟ شيون بيقول لها ايوه طبعا، انا ما بعملش حاجه من ورا ابويا، وكمان بقى مهتم بالسحر اللي بعمله. فجاه شيون بيشكرها علشان هي اللي شجعته لما شكرته يوم ما قتل الغول. بيقول لها في اليوم ده كانت فرحتي لا توصف. روز ضحكت كده وقالت له لا يا عم، ده المفروض انا اللي اشكرك لان احنا نجونا بفضلك. بعدها بتساله عن ماري لانها عارفه انها دايما بتكون مع شيون بتساعده في التدريبات وكده يعني. شيون بيعرفها انها بتتدرب بشكل مستمر من ساعه الحادثه اللي حصلت في القصر. فروز بتطلب منه ان هو يساعدها ويفضل جنبها دايما لانها بتتمنى كده. في نفس الوقت ده ماري كانت بتتمرن بكل قوه، وكل ما تفكر في مشهد الغول تدريبها وتمرينها بيزيد لانها مش عايزه الحادثه دي تتكرر تاني. المهم في نهايه اليوم شيون بيقعد مع ابوه الباقيين، بيكون زعلان شويه لان كل الاختبارات دي ملهاش اي لازمه لانه مش هيعرف يتحكم في النار. بيقول لهم شكل كده حوار التحكم في النار ده هيكون صعب قوي عليا، يا لو بس اقدر اطلق الكور السحريه من ايدي زي السمك. ماري صدمته وعرفته انها بتعرف تعمل كده، وكمان عملت كده قدامه. مش هي الوحيده، لا ده روز كمان. شيون بيتشجع وبيقرر يجرب ويعمل زيهم. هو بدا يجمع الطاقه في ايده، وقتها روز وماري بيكونوا معاه بيعرفوا يعمل ايه، وبينجح شيون في اطلاق الطاقه من ايده زي السمك بالظبط. بتجيله فكره كده وبيخرج بره ينفذها. الفكره انه جاب بتاع زي الولاعه كده وبدا يطلق السحر من ايده، وفعلا السحر انطلق على طول. هو المره دي اطلق كوره ناريه قويه، الكل بيفرح له حتى هو كمان بيفرح جامد. بيبدا يفتكر شغفه بتاع زمان، بيقول لنفسه السحر اللي انا حلمت بيه اكتر من 30 سنه بقيت اعرف استخدمه. بيضحك ضحكته المريبه من تاني. وهنا بقى بيسمي التعويذه دي اسم الشعله. بيقول انها لسه تعويذه تجريبيه علشان كده هي مش مفيده للهجوم لسه. بيعدي شهر يا صاحبي من الهجوم بتاع الغيلان والاجواء بتبدا ترجع شويه. عمنا شيون بقى بيكون لسه مستمر في التدريب، ومش هو لوحده لا، ده اخته ماري كمان كانت بتتدرب على المبارزه. ابوها كمان بيكون معاها وبيساعدها. لكن في يوم شيون بيشوف اخته وهي بتتدرب، وقتها اخته بتتألم وبترمي السيف الخشبي بسبب الاصابات اللي في ايدها من كتر التدريب. ابوها اول ما شاف المنظر طلب منها توقف تدريب النهارده علشان ما تجهدش نفسها اكتر من كده. فبتقول له وهي زعلانه انا كويسه ما تقلقش عليا، وبعدين مش انت اللي قلت لي ان التدريب الكتير هو اللي هيخليني اقوى؟ ابوها بيقول لها ايوه بس في حدود للتدريب طبعا. في اللحظه دي شيون بيدخل عليهم بيقول لها ايوه الحاج عنده حق المره دي، لازم توقفي وترتاحي شويه. ماري ما اهتمتش خالص وكملت التدريب. شيون بقى بيزعلها ساعتها. ماري وقفت التدريب وبصت له بصه زعل كده، بتقول له ماشي هوقف علشان انت مصر، وبتسيبه وبتمشي. تاني يوم بقى شيون بيقعد مع ابوه، بيبدا يكلمه على سحر الكهرباء. بيساله لو في حاجه ممكن تنتج شحنات كهربيه علشان يقدر يتدرب بيها يعني. طبعا شيون اتجه للكهرباء لان سحر النار فشل معاه، فقرر يجرب حاجه جديده اللي هو سحر البرق يعني. المهم ان ابوه قال له لا مفيش اي حاجه بتخرج كهرباء. شيون بيزعل كده. الحاج ابو شيون بقى بيعرفه انه سمع حد بيتكلم على ظاهره الكهرباء دي، وقال له تقريبا كمان جلاست هو اللي قال كده، يلا بينا نروح المدينه علشان نساله. شيون بقى بيروح لاخته ماري وقال لها احنا رايحين المدينه تعالي معانا، لكن على عكس المتوقع ماري رفضت وقالت له انا هفضل هنا واكيد المره الجايه هاجي معاكو. وخرجت اخوها من الاوضه، بدات تبص على ايدها المصابه وهي زعلانه جدا. بعد شويه شيون وابوه راحوا متجر جلاست، سالوه عن البرق ده، فجلاست قال له ايوه انت تقصد معدن البرق، بس لو قصدك عليه فهو العثور عليه شيء صعب لانه خطر جدا وكمان نقله صعب علشان كده محدش بينقله. شيون بيساله عن معدن كده شفاف زي المطاط. جلاست قال له قصدك الكريستال الورقي؟ اصبر هو عندي هنا علشان شكله جميل وعاجبني علشان كده سبته عندي هنا. شيون بيمسك المعدن وبيبدا يفكر فيه. بيقول له زجاج الصخر ده بيستخدم في صفائح العزل الكهربائي، بس لازم حد يقدر يعالجه الاول ويصنعه ويحوله. بعدها بيسال جلاست لو كان في عنده كميه اكبر من ده كمان. جلاست بيقول له لا ما عنديش، بس تقدر تاخد اللي انت عايزه لو رحت المنطقه التجاريه. هو اي نعم سعر الحاجات هناك غاليه شويه. شيون بيزعل وبيفقد الامل ان هو يشتريها. ابوه بيصدمه وبيقول له يلا بينا على المنطقه التجاريه. شيون ما كانش مصدق وقال له هنلاقي الحاجات دي غاليه جدا هناك. ابوه بيقول له ما تحملش هم، الاطفال المفروض ما يهتموش بالحاجات دي، وغير كده انا ما اشتريتش ليك حاجه قبل كده، انت لازم تطلب مني اللي انت عايزه وانا لو هقدر اعملها هعملها. شيون فرح جدا. وبعد كده رجعوا البيت بعد لما شيون جاب معدن البرق اللي هو عايزه. ودلوقتي بقى امه وابوه بيتفرجوا عليه وهو بيعمل التجارب دي. بنلاحظ ان ماري مش موجود. المهم بقى ان شيون بيبدا يجمع طاقته السحريه الاول وبيطلقها كلها على معدن البرق. بيضحك الضحكه المعتاده وبيفضل يرقص زي المجنون. بس بعد لما بيخلص تدريب بيرجع الاوضه بتاعته وبيبدا يفكر ازاي يطلق البرق ده من ايده الاول. بيقول في نفسه انا لازم الاقي طريقه اقدر استخدم بيها السحر بحريه اكتر من كده. من هنا بقى صاحبي بيجيله فكره، وهي ان مش شرط الطاقه السحريه اللي بيطلقها من ايده تكون على شكل نجمه. بيبدا يتخيل باقي الاشكال التانيه، بيقدر يطلق اشكال مختلفه من السحر. فالواد بيفرح وبيروح لاخته علشان يفرحها. ما بيلاقيهاش هناك فبيعرف انها اكيد بتتدرب عند البحيره. على طول بيروح لها هناك
بيلاقيها بتتضرب بكل قوتها. بيفتكر كلام روز ليه لما قالت له اختك بتتمنى ان انت تساعدها، فبيقرب منها كده وبيقول لها انا اسف لانك دايما كنت بتساعديني في صناعه السحر وانا ما قدرتش اقدم لك نصيحه، وكمان ما كنتش في صفك وانت بتتدربي. بترد عليه وبتقول له لا انا بس غيرانه شويه منك، لان المفروض انا اختك الكبيره ولازم احميك، علشان كده دايما كنت بشجعك وكنت ببذل مجهود كبير في التدريب، ولكن في النهايه ما عرفتش اعمل اي حاجه وقت ما الغول كان هاجم علينا، وكنت خايفه وبترعش وكنت هموت لو انت ما اتصرفتش وانقذت حياتي، ومن ساعتها وانا زعلانه بقى لان ما عرفتش احميك، لكن انت اللي حميتني. طبعا بتقع على الارض وبتفضل تعيط. شيون بياخدها في حضنه وبيعتذر لها علشان ما كانش فاهم ده. ماري بدات تعيط والسحر بدا يخرج من جسمهم هما الاثنين. لكن بعد كده صاحب بطلنا شيون ركز على تدريباته اكتر واكتر، وركز على انه يغير شكل السحر بتاعه، وقدر كمان يخلي الطاقه السحريه بتاعته تتمدد لمسافه كبيره جدا. لكن ده بيخليها تبقى رؤيه، وده مش معناه ان طاقته بتزيد، لا ده بيخلي الطاقه السحريه تبقى اضعف. شيون بقى بذكائه قرر يقلل حجم الطاقه على قد ما يقدر علشان يخليها مركزه اكتر في نقطه واحده، وحصل على نتائج رهيبه، وبقى يقدر يطلق الطاقه السحريه. وبعدها بيغير شكلها لحد ما في يوم اطلق طاقه كده على شكل شعاع على معدن البرق، فعمل برق كبير جدا. ماري وروز خافوا عليه وقالوا له مش المفروض البرق ده ينطلق لقدام مش لورا زي دلوقتي. شيون بيقول لهم ان ده طبيعي. بيفكر شويه كده في انه قرب يوصل لحاجه معينه لكنه مش عارف ايه هي. واثناء تفكير ابوه بيجي هو وجلاس بيدخلوا كلهم القصر، وبعدها ابوه بيقول له الاحمر جلاس ده استغل معرفتك وبدا ياخد خام البرق لنفسه، وبقى يجمع الخام ده بنفسه علشان يحوله لتجاره مربحه. جلاس بقى بيعتذر لشيون وقال انا كنت ناوي اعمل ثوره بتهريب خام البرق ده من غير اذنك، انا اسف يا شيون. شيون ما بيتصدمش وبيقول له ايه يعني مفيش اي مشكله. بعد كده جلاس بياخدهم للمكان اللي فيه خام البرق. بيقول لشيون ارجوك شوف لي طريقه ابيعه بيها لان الناس مش عارفين يشتروه، وغير كده اللي اشتراه جه اشتكى بسبب صوته العالي، فبكده التجاره بتاعته هتنهار. شيون طمنه وعرفه انه هيلاقي طريقه. بدا يقرب من الخام الموجود في الارض وسال جلاس انت حطيتهم بعيد عن بعض كده ليه؟ جلاس عرفه السبب وقرب اتنين من بعض، فحصل بينهم تفاعل وطاقه البرق بدات تظهر. شيون طبعا فهم حاجه مهمه من التفاعل ده، وخلى جلاس يعمل شريحه من الخام. بدا يجرب يقربهم من بعض علشان يشوف هيحصل تفاعل ولا لا، لكنه لما بيجرب ما بيحصلش اي تفاعل بينهم. فبيسال جلاس انت لما بتحوله امتى البرق اللي فيه بينطفي؟ رد وقال له تقريبا لما بدات اسخنه واسيحه. شيون جات له فكره جديده وراح عند الفرن اللي جلاس بيسهر فيه المعادن، واستخدم السحر وولع الفرن بالنار الزرقاء. طبعا جلاس اتصدم من المنظر لانه شاف شيون بيطلع نار من ايده، وساله ايه اللي انت عملته ده؟ شيون قال له ده سحر وعرفه كل حاجه بقى. من هنا جلاس اقتنع وبدا يسهر الخام في النار الزرقاء بتاعت شيون، وبعد لما خلص قرر يجرب من تاني ويقرب الشريحتين الجداد من بعض. المره دي حصل تفاعل بينهم والبرق ظهر من تاني، فالكل فرح بنجاح التجربه. شيون هو كمان سمى الاختراع ده البرق الحديدي. هو فضل بقى هو وابوه وجلاس يصنعوا في البرق الحديدي ده، وبعد 3 ايام كاملين خلصوا اخيرا. ساعتها كان باين عليهم التعب جدا، لكن الحلو ان هم عملوا اختراع جامد عباره عن مصباح بيشتغل بالبرق لما بتسحبه من فوق كده، وده لان الحديد اللي فيه بيلمس بعضه فبينور. هو مش بس كده لا، ده كمان عملوا زي ولاعه كده بتخرج برق. وبعد الاختراعين الجامدين دول كلهم كانوا مبسوطين من ذكاء شيون. جلاس بيقول له انت يا ابني عبقري، انت بتفكر بالطريقه دي ازاي؟ انت فعلا مميز لانك في الاول والاخر تبقى. هو ما كملش الجمله ساعتها، ابو شيون بيزعق له علشان يسكت وما يكملش. جلاس سكت وقال لشيون انسى اللي انا قلته ده، بس طبعا شيون كان هيموت وعاوز يعرف جلاس كان هيقول ايه. المهم يعني بيركبوا العربيه علشان يرجعوا القصر بتاعهم من تاني. جلاس بيخرج وبيودعهم، وقال لشيون كمان ان هو هيجهز الزي والقفازات اللي قالوا عليها. وبعد مده مش كبيره جلاس باع كل المنتجات اللي صنعها. وبعد عده ايام شيون رجع يكمل تدريب كالعاده، والمره دي جرب حاجه جديده. جرب ان هو يطلق طاقه سحريه من الولاعه، وخلى اخته تطلق عليه طاقه سحريه. وساعتها بوم بيحصل انفجار كبير لدرجه ان ماري بتقع على الارض، لكن ما بيحصلهاش حاجه يعني. شيون راح وقال لها انا كنت فاكر ان الطاقه هتزيد اكتر ومش هيحصل كده. بيرجع يفكر من تاني وبيربط كل حاجه ببعض. من هنا بقى بيفهم حاجه وبسرعه بيطلع يجري على معدن البرق، بيطلق عليه طاقه سحريه فبيحصل تفاعل رهيب. شيون بيقول لهم زي ما انا فهمت بالظبط دي مش طاقه سحريه، دي مجرد هواء بيتفاعل مع الطاقه السحريه، وده معناه ان الطاقه السحريه للبرق بتأدي نفس وظيفه الهواء العادي، بس المختلف انها لما بتلمس اي ماده فلزيه بتضخم الخصائص بتاعتها. الايام بتعدي لحد ما جلاس عمل القفاز والزي اللي شيون طلبه منه. شيون بيبدا يستخدم الزي بكل احترافيه وبيطلق منه نوعين للسحر، بيعمل تفاعل بينهم وبيفجر قنبله كبيره، وفي النهايه بيطلق البرق من ايده. بيفضل يعيط زي المجنون من الفرحه لانه اخيرا حقق الحلم بتاعه، وكمان طلع برق من ايده. بيستمر بالتدريب على تقنيه البرق الجديده واللي اطلق عليها اسمه بول. بيطورها لدرجه انه بيدمر بيها جذع الشجره بكل سهوله. بيشكر روز وماري انهم كانوا دايما بيساعدوه. ماري بتقول له عادي انا بساعدك لان اختك الكبيره. شيون لما سمع الكلام ده افتكر اليوم اللي سمع فيه ابوه وهو بيتكلم مع امه. بيقول لها شيون طفل مميز، وده بسبب ان الشخص ده اتمنى عليه علشان نربيه عندنا. شيون من ساعتها فهم ان ماري ما تبقاش اخته لا من قريب ولا من بعيد، فبدا يفتكر كلامها وقت لما قالت له لما نكبر هنتجوز. ساعتها هو كان زعلها وفاهمها ان الاخوات ما ينفعش يتجوزوا بعض، بس المره دي الكلام اختلف لانه خلاص عرف ان ماري ما تبقاش اخته، وممكن لما يكبروا يتجوزوا
عادي بدون اي مشاكل. فعشان شيون يشيل الافكار دي من دماغه بدأ يركز على دراسة السحر. بنعرف انه اخترع نوع سحر اسمه السحر المركب، وده بيدمج فيه نوعين من السحر، سحر التضخيم مع السحر المتناغم، وبيفضل بقى يدمج انواع السحر مع بعض وبيصنع منهم تقنيات جديدة. وبعد شوية ايام بقى شيون بياخد روز وماري وبيروحوا هما الثلاثة للنهر. بينزل المية وبيبدأ يجمع السحر في نص المية، بس ما كانش بيحصل اي حاجة وقتها. شيون ما كانش فاهم ليه ما بتحصلش حاجة، ولا الاتنين اللي معاه فاهمين اي حاجة برضه. بيشرح لهم انه بيحاول يطلق الهواء السحري ده في المية علشان يشوف ايه اللي ممكن يحصل. هو لما بيخلص شرح رجع يحاول مرة تانية بس هو مغير اسلوبه. المرة دي بقى بينجح وبيصنع طاقة سحرية من المية، ولكن ده برضه مش مفيد لانه عاوز يستخدم السحر المائي وهو بره واقف على الارض، مش وهو في قلب النهر يعني. فبيخرج من المية وبيبدأ يجرب قدامهم وبيحاول يطلق السحر المائي، لكنه للاسف بيفشل. بيقول لهم انا كنت عاوز اجمع المية في الهواء بس شكل كده مش هعرف اعملها، ولكن انا حاسس ان ايدي مبلولة مية بشكل خفيف. من هنا بقى جات له فكرة تسعة، وهو انه يجمع طاقة سحرية كبيرة جدا، واول لما بيعمل كده بيطلق طاقته السحرية على مساحة كبيرة. بعدها بيقلص حجمها وساعتها بيقدر يستخدم سحر المية بكل سهولة. الكلام ده بيخلي اخته تتصدم، راحت مسكت فيه وسالته انت عملت كده ازاي؟ قال لها انا نشرت طاقتي السحرية في المكان وبدات اجمع كمية كبيرة من المية الموجودة في الهواء. وبعد ما الاتنين فهموا النظرية دي جربوها هما الاتنين ونجحت معاهم، فقعدوا يضحكوا وما كانوش مصدقين. وبس كده يا صاحبي. شيون بعدها بيقرر يعلي المستوى شوية وبيروح مع روز وماري وجلاس نقابة المغامرين علشان ياخد مهمة قمع الوحوش علشان يجرب السحر ده هناك. بيدخلوا النقابة بالفعل، وشيون كان بيعمل كل ده من غير ما يقول لابوه لانه عارف ان هو هيرفض. المهم ان هم دخلوا، ساعتها جلاس راح للموظفة وعرفها بنفسه، قال لها انه مغامر من الرتبة البلاتينيوم. الموظفة بتقول له تمام قوي، طب اقدر اساعدك ازاي؟ جلاس بيقول لها انا عاوز اسجل الثلاث اطفال دول في مهمة. الموظفة ردت عليه وقالت له تمام بس الرابع ده معاهم. كلهم بصوا على الرابع ده واتصدموا لان الرابع طلع ابوهم. دخل قال للموظفة انا هدعمهم كلهم وخلاها تشوف الرتبة بتاعته. الموظفة اتصدمت طبعا وقالت له ايه ده؟ انت مغامر من الرتبة الماسية. كل المغامرين لما سمعوا الكلام ده اتصدموا لان الرتبة دي من اعلى الرتب في حياة المغامرين. بعد كده طلب منهم ياخدوا المهمة ويخرجوا بره، فعملوا كده وخرجوا. في الوقت ده كلهم اعتذروا ليه لانهم عملوا كده من وراه. شيون بيسأله انت عرفت منين اننا جينا هنا علشان ناخد مهمة صيد الوحوش؟ قال له انا ما كنتش اعرف، بس في الايام اللي فاتت ماري كانت بتحاول تبعد عني وما بقتش تبص في عيني خالص. سألهم هما بيعملوا كده ليه؟ شيون طبعا بيفهموا كل حاجة وانه عاوز يجرب السحر ده في معركة. ابوه بيقول له تمام قوي، انا فرحت بس علشان انتوا خدتوا مغامر قوي وموثوق معاكم زي جلاس، يعني حتى لو انا مش موجود ما كنتش هقلق عليكم. بيعرفوا انه هيروح معاهم وبعد كده بيروحوا للمكان اللي فيه الوحوش. على طول بقى الحاج بيقطع في الوحوش بسيفه بكل سهولة وبدون اي مجهود اصلا. شيون بيتصدم من قوة ابوه، بيقول له انا ما كنتش اعرف ان ابويا بالقوة دي. ابوه بيقول له انا قللت عدد الوحوش بس علشان الوضع ما يبقاش خطير، الوحوش التانية لما تيجي من الصيد اقتلوهم. بعد مدة يعني الوحوش بتوصل، فماري اول ما شافتهم افتكرت الموقف اللي كانت مرعوبة فيه من الغول. شيون بيطمنها فهي قالت له لا ما تخافش ما فيش حاجة انا كويسة. المهم ان حاليا كل الوحوش بيجروا بسرعة وفي طريقهم للولاد. الحاج بيقول لهم على تشكيلة هجومية رايقة علشان يقتلوا بيها الوحوش دي، بيقول لكل واحد منهم دوره ايه بالظبط. شيون بيقف وسط روز وماري وبيبدأ يطلق هجمات سحرية بعيدة المدى، بيقتل منهم بس للاسف قبل ما يجهز الهجمة التانية بيلاقي الوحوش جاية وبتجري عليه. اخته ماري بتغطي عليه وبتنقذه. شيون بيستغل الموقف وبيجمع قوته وبيطلق هجوم جديد عليهم. بيخلص على اتنين اما ماري خلصت على واحد وروز خلصت على التاني. وفي لحظة الدفاع بتاع الاتنين قال له ما خدوش بالهم من الوحوش اللي وراهم لسه هيهجموا عليهم، بس شيون بينقذهم وبيخلص على الوحوش دي بسحره. ابوهم بيجي وقال لهم عاش يا ولاد، انتوا عملتوا حاجة كويسة علشان كده يلا بينا نروح العرين التاني لان فرصة زي دي ما بتجيش كل يوم. طبعا بيصدموا من رد فعل ابوهم، لكنهم راحوا معاه العرين التاني وبعد مدة خلصوا على الوحوش وكانوا تعبانين جدا. ابوهم بيطلب منهم يستريحوا شوية فبيقعدوا. شيون حس ان في طاقة غريبة جاية من احد الكهوف، فبدون تفكير اخد روز وماري ونزلوا الكهف ده. هناك لقوا جنية محبوسة في قفص، فاتفقوا هما التلاتة وفتحوا لها الباب وحرروها من السجن بتاعها. الجنية خرجت وطارت بعيد وبعدها خلصوا كل حاجة ورجعوا البيت وكانوا متخرشمين على الاخر. الوقت بيمر والعيال بيكبروا. شيون بقى عنده 10 سنين، بيروح للغابة علشان يختبر السحر بتاعه، فبيقابل جوبلين عملاق بيفعل كل قوته وبيقدر يكسره، لكنه ما بيبقاش مقتنع قوي بقوته لانها اخدت وقت كبير علشان تطلع كلها. هنا بقى بيدخل عليه ماري وروز. ماري بتقول له قدرت تموته؟ والله عاش عليك يا ابني، انا كمان قدرت اخلص على واحد الناحية التانية. روز بتقول لهم طب بالمناسبة الجميلة دي ايه رأيكم ناخد لنا فسحة في المدينة؟ شيون بيقول لها يلا بينا. بيروحوا المدينة وشيون بقى عنده القدرة ان هو يحلل الناس من خلال انه يبص عليهم، لكنه بيلاقي كل الناس اللي في المدينة قوتهم السحرية ضعيفة جدا مش زي اللي عند ماري وروز. ماري بتقول له نقابة المغامرين عليها اعداد كبيرة قوي، الناس دي كلها قلبها جامد وبقت عايزة تصطاد الوحوش. شيون بيقول له عدد المشاركين كمان كتر في المدينة. ماري بتقول له عيب نبقى هنا وما نعديش نسلم على جلاس. بتاخدهم
بياخدهم وبيروحوا له المحل بتاعه. جلاست بيقول لهم يا مرحب بيكوا، كويس ان انتوا جيتوا، ده انا كنت هقفل بسبب قله الزباين. خد يا عم شيون القفازات بتاعتك اللي طلبتها مني. شيون بيقول له مش معقول، انت ازاي عملتها في وقت قصير كده؟ جلاست بيقول له انا عندي كام شيون يعني، انت بس اؤمر وانا هنفذ. مش عارف انت بتفرتكها بسرعه كده ازاي، بس يلا ما دام بستفاد منها فبوظ وانا اعمل لك غيرها. ماري بتقول له كله ده فدا البلد علشان نقضي على الوحوش زي ما كنت بتعمل انت وابويا زمان. جلاست بيقول لها ياه فكرتيني بالذي مضى، ده انا وابوكي ما كانش في وحش بيقف قدامنا، بس على ايامنا ما كانش في انقاذات زيكم كده. ليت الزمان يعود يوما يا ست ماري. ماري بتاخد اخوها على جنب كده وبتقول له انت عمال تستهلك في قفازات، انت ناوي على ايه؟ شيون بيقول لها ناوي على ايه يعني؟ ناوي ازود طاقتي واخليها اضعاف مضاعفه. ماري بتقول له بس معروفه يا عم شون، السحر ملوش اخر، وممكن القوه اللي بتستخدمها في الخير دلوقتي تستخدمها في الشر بعدين، ده زي ما ابوك قال لك زمان. شيون بيقول لها ما تقلقيش انا عارف انا بعمل ايه كويس، والحمد لله عندي هدف واحد وهو القضاء على الوحوش، مش هستخدم السحر ده على البشر. ماري بتقول له يا عم وانا مصدقاك، بس انا عايزه لما اي حد يطلب مساعدتك ما تتاخرش عليه. شيون بيقول لها عيوني ما تشيليش هم الحته دي، ده انا متعلم منك مساعده الاخرين. العيال بيرجعوا للبيت وشيون بيتدرب مع ابوه، بتقوم بينهم معركه وبيفعل شيون قوته، ابوه عمال يصد هجماته كلها. شيون بيقرر يطير في الجو وبيواجه لابوه هجمه ارضيه بتشق الارض من تحته، بيقدر انه يهزمه. جوين بيبقى مستغرب من اللي ابنه عمله، بيقول له مش معقول انت عملت كده ازاي؟ شيون بيقول له ولا اي حاجه، انا بس مجرد وجهت قوه الهواء في الارض وهي اللي عملت كده، بس مش كل مره بتروح مكان ما انا اوجهها، وده مضايقني قوي. ابوه بيقول له يا ابني خليك صبور، كل حاجه بتيجي واحده واحده، انت دلوقتي زي ما كنت بادئ تستخدم السحر. شيون بيقول له لا طبعا. ابوه بيقول له يبقى كل اللي عليك ان انت تصبر وتكمل تدريباتك، انا واثق انك في يوم من الايام هتوصل للي انت عايزه. شيون بيقول له يعني تفتكر في يوم من الايام هطير في السماء؟ ابوه بيبص للسماء كده وبيقول له تطير. هنا بقى ماري بتقطع حبل افكارهم، بتقول له ايه يا عم جوين مش عايز تواجهني ولا ايه؟ ابوها بيقول لها بس كده يلا بينا. بتبدا بينهم المواجهه واللي بتبقى باقصى قوتها. ماري بتحاول معاه بكل ما عندها من قوه، بس ابوها برضه بيقدر انه يهزمها. بتقول له انا مش هكسبك زي الشيون بقى. ابوها بيقول لها خلي بالك طويل، انا متاكد انك هتكسبي في مره، بس انت خليكي دايما مركزه في تدريبك. بتقول له يا رب بقى اكسبك علشان الواحد زهق. بتروح تكمل تدريبات لوحدها. شيون بيروح لابوه كده وبيقول له انا خايف على ماري. ابوه بيقول له اختك قويه خلي عندك ثقه فيها شويه. شيون بيقول له انا واثق فيها بس خايف عليها برضه. ابوه بيقول له ما تخافش، ماري بالنسبه للي في سنها هي اقواهم، هو دايما مركزه في تدريباتها وده هيخليها دايما متميزه. بعدها بيروح شيون وماري يساعدوا روز في الارض بتاعتها. روز بتقول لهم والله انا محروجه منكم علشان طلبت المساعده، بس زي ما انتم شايفين عندنا نقص في العماله. شيون بيقول لها ما تبقيش عبيطه احنا اصحاب، هو الصحاب لبعضها، بس احنا مطلوب مننا ايه؟ روز بتقول له حاجه بسيطه خالص، الزرع بدا يبوظ بسبب الدود، فاحنا بنحاول نجمع الدود اللي في الزرع علشان ما تاكلوش. شيون بيقول لها بس كده. بيبداوا يساعدوا صاحبتهم، وبعد ما بيخلصوا ماري بتبقى جمعت شويه صغيرين خالص. روز بتقول لها مش مشكله، كفايه ان انت جيت وساعدتيني. ماري بتقول لها لا المساعده دي مش كفايه، انا جمعت شويه صغيرين علشان دي اول مره ليا في الارض، لكن اوعدكم السنه الجايه هكون اول الموجودين واجمع عدد اكبر منكم كلكم. ايه رايكم نتنافس في اللي يجمع عدد اكبر؟ شيون وروز بيقولوا لها وماله، وهم واقفين فجاه الدنيا بتغيم وبتبدا تشتي جامد. روز على طول بتقول لهم اجروا نستخبى في بيتي. بتجري ومن وراها شيون اما ماري فبيغمى عليها وبتقع على الارض. شيون بيروح لها جري وبيحاول يفوقها. روز بتقول له يلا ندخل بيها جوه ونشوف مالها. بيدخلوا وبتنام ماري في السرير وهي فاقده الوعي. ابوها وامها بيجوا لها والبنت مش راضيه تفوق نهائي. امها بتمسك ايدها كده فماري بتفتح عينيها بس ما بتنطقش ولا بتتحرك. روز بتقول لهم يا رب ما يكون اللي في بالي. جوين بيقول لها ايه اللي في بالك بالظبط؟ روز بتقول له مرض الخمول، المرض ده منتشر الفتره الاخيره في المدينه، بيظهر فجاه كده وبيخلي الناس صاحيين بس ما فيش حركه ولا كلام. ام ماري بتقول لها وده له علاج نقدر نجيبه يعني منين؟ روز بتقول لها للاسف ما ظهرلوش علاج لغايه دلوقتي، وما فيش حد جاله المرض ده وقدر يتعافى منه. جوين بيطلب من مراته وابنه يرجعوا البيت فورا وهو ياخد ماري ويطلعوا على مدينه استيريا، هيوديها للدكتور جايز يلاقي لها حل. شيون بيقول له لا ابدا انا مش هسيب اختي، انا هاجي معاك مكان ما تروح. ابوه بيقول له اقعد انت هنا وخلي بالك من امك. شيون بيقول له لا امي هنا هتقعد في البيت وتقفل على نفسها، لكن انت هتمشي وسط الغابه، افرض طلع عليك وحوش هتحاربهم ولا هتاخد بالك من اختي؟ انا هاجي معاك وده قرار نهائي، يلا بينا نتحرك. فعلا جوين بياخد ابنه وبنته في عربيه وبيطلعوا على المدينه، بس وهم في الطريق شيون بيشوف سحابه حمراء كده ماشيه فوقهم، بيقول لابوه عليها بس ابوه ما بيشوفهاش. شيون بيقول مش معقول تكون زي طاقه البحيره واللي عندهم طاقه سحريه بس هم اللي بيشوفوها، ما علينا يعني. بيرجع يقعد جنب اخته فبيلاقي مجموعه من الكلاب الوحشيه بتهجم عليهم. ابوه بيقول له خلي بالك يا شيون. شيون بيقول له ركز انت في الطريق وما تشغلش بالك. بيقف ولسه بيفعل قوته بيلاقي ان طاقته الناريه ما بتتفعلش
بيشتغلش، وده لان الدنيا بتشتي اصلا. بيفكر وبيستخدم سحر الميه وبيجمع ميه المطر اللي بتنزل عليهم وبيضرب بيها الكلاب، ولكن للاسف عدد الكلاب بيزيد وقوه شيون مش كفايه، لغايه ما فجاه الكلاب بتبدا تنسحب من عليهم. هنا بقى شيون بيبقى مستغرب هي الكلاب انسحبت ليه، وقبل ما يلاقي جواب للسؤال بتاعه بيلاقي شبح ظهر له من العدم. شيون بيترعب وبيقول لابوه ايه ده ولا اتعامل معاه ازاي انا دلوقتي. جوين ما بيبقاش شايف الشبح اصلا، بيقول له في ايه يا ابني ما تخضنيش عليك مفيش حاجه ظاهره قدامي. شيون بيقول له مش عارف ده نوعه ايه بس شكله كده شبح بيظهر اللي عندهم طاقه سحريه. شيون مش عارف يتعامل مع الشبح والشبح عمال يقرب من العربيه بتاعتهم. هنا بقى جوين بيسلط عليه نور الكشاف اللي معاه وبيشوف شكله، بيترعب منه بس ما بيظهرش خوفه ده علشان ولاده. الشبح بيقرب منهم وشيون خوفه مسيطر عليه، لكن هيعمل ايه لازم يتعامل علشان ينقذ ابوه واخته. الشبح بيقرب منه اكتر فشيون بيمسكه من دراعه، وهنا بقى بيلاقي دراع الشبح اتحرق. شيون بيتجرأ اكتر وبيحاول يقرب من الشبح، بيلمسه وبيخلي طاقته السحريه تقضي عليه. الشبح بيطير في الجو وشيون بيطير وراه وسط حاله من الذهول على وش ابوه. بينجح فعلا انه يوصل لقلب الشبح ويخلص عليه، لكن بيتفاجئ بنفسه طاير في الجو ولسه يقع على وش ابوه. بيوقف العربيه وبينزل يلحقه، بيقول له انت بتعرض نفسك للموت. شيون بيقول له كان لازم انقذك انت واختي، يلا بسرعه مفيش قدامنا وقت لازم نجري قبل ما وحوش تانية تطلع لنا. بياخدوا بقى العربيه بتاعتهم وبيروحوا المدينه. هناك بيروحوا للدكتور الفونسو، بس اول ما بيدخلوا العياده بيلاقوها مليانه على اخرها، الكل بيعاني من نفس الاعراض. شيون بيطلب منه يعالج اخته بس الفونسو بيقول له العلاج هنا بالدور، اقعد واستنى دورك. ابوه بيقول له ما قدامناش حل تاني يا ابني لازم نستنى الدور. الدور بيجي عليهم فعلا والدكتور بيكشف عليها، بيقول لهم ده مرض الخمول. شيون بيقول له ده ملوش علاج. الدكتور بيقول له لغايه دلوقتي لا مش لاقيين علاج مناسب، كل اللي علينا اننا نحط المرضى تحت الانظار لغايه ما ربك يكرم. صاحبنا بيتذكر لعبه كده مع اخته وذكرياتهم الجميله مع بعض، بيمسك في ايد الدكتور وبيقول له عالج اختي بالله عليك انا عايزك تعالجها، انا عايزها تقوم وتلعب معايا تاني، دي لسه وعدان انا وروز ان احنا هنتنافس في الارض السنه الجايه. ابوه بقى بيحاول يهديه، بياخده وبيطلعوا على جلاست يقعدوا عنده اليومين اللي ماري تعبانه فيهم، بيبعتوا يجيبوا امها وروز كمان. جلاست بيدخلهم مخزن كده وبيقول لهم من النهارده المكان مكانكم، اقعدوا فيه الوقت اللي انتوا تحبوه. بيطلعوا كلهم وبيفضل شيون قاعد جنب اخته بياخد باله منها. ابوه بيدخل عليه وبيقول له في واحد عايز يقابلك. شيون بيقول له دكتور هيعالج اختي يعني؟ ابوه بيقول له لا طبعا. شيون بيقول له يبقى خلاص مش هقابله. ابوه بيقول له اهدى بس كده، فاكر الشبح اللي انت خلصت عليه من 4 ايام واحنا جايين في الطريق؟ شيون بيقول له الشبح افتكرت ماله يعني. ابوه بيقول له الشبح ده ظهر تاني وخلص على ناس كتير من المدينه والمغامرين مش عارفين يتعاملوا معاه وكده الناس بقت في خطر يا ابني. شيون بيقول له انا مالي بكل ده، انا قاعد جنب اختي واخد بالي منها. ابوه بيقول له ما انت كده في ايدك تساعد الناس وبتبخل بمساعدتك دي. شيون بيقول له ايوه وايه المشكله يعني، لما اختي تقوم بالسلامه هبقى اشوفهم عايزين ايه. ابوه بيقول له افرض اختك طولت شويه يكون الشبح ده خلص على الناس اللي في المدينه ودخل على قريتنا خلص على اللي فيها كمان، ده مش اتفاقك معايا زمان يا عم شيون؟ انت قلت لي انك هتستخدم السحر في اعمال الخير ومساعده الناس، بتغير كلامك ليه دلوقتي؟ هنا بقى شيون بيفتكر كلام اخته اللي قالته ليه عند جلاس، ايوه لما سالته لما يزود قوته هيستخدمها في ايه. شيون قال لها ساعتها انه اكيد هيستخدمها في مساعده الناس، فهي طلبت منه ما يبخلش بنقطه عرق واحده في سبيل مساعده البشر، وصاحبنا وعدها انه هيعمل كده حتى لو على حساب صحته. ابوه بيقول له شفت بقى ان ماري طيبه وبتحب الخير للغير. شيون بيقول له عندك حق مفيش اطيب من قلبها، لو كانت موجوده دلوقتي كان زمانها مسكاني من ايدي وبتقول لي يلا علشان نخلص على الشبح ونخلص الناس من شره. ابوه بيقول له ماري طول عمرها جميله. شيون بيقول له خلاص انا هاجي معاك. بيقف كده علشان يروح مع ابوه بيسلم على اخته سلام الوداع، بس وهو بيسلم عليها كده بيحس بحاجه غريبه، وهي ان كل المصابين بمرض الخمول ده جسمهم اتخلص من الطاقه السحريه اللي فيه. بينزل يروح مركز الرعايه بتاع المصابين كلهم وبيلاقي اجسامهم تخلصت من الطاقه السحريه فعلا. ابوه بيقول له انت توصلت لحاجه ولا ايه؟ شيون بيقول له ايوه وصلت لخيط مهم في العلاج، المصابين دول كلهم لازم يسترجعوا قوه جسمهم السحريه، وده لو عايزين يتغلبوا على المرض، بس ده محتاج تجارب الاول علشان لو حاولت اديهم طاقه سحريه من عندي ممكن تحرقهم زي ما حصل في الجوبلين والشبح. هنا بقى ابوه بيقول له انا كنت شاكك ان كل اللي بيحصل ده من تحت راس السحر، بس ما علينا يعني تعالى نقابل الشخص اللي عايز يقابلك ده وجايز نلاقي عنده حل. وفعلا الراجل بياخد ابنه وبيطلعوا على قصر المدينه. هناك بقى بيقابلوا الدوك اللي اسمه بالف، وين بينزل على ركبته وبيلقى عليه التحيه. الدوك بيقعد يصيح ويعيط ويقول لهم يعني يوم ما امسك المدينه يحصل فيها كده وحوش تظهر كده وامراض تنتشر، انا كنت فاكر نفسي بقيت في منصب عالي وهقعد باشا وما عدتش اشتغل، هو اللي تحتي هم اللي هيشتغلوا. جوين بيقول له لا طبعا يا دوك، ده انت كبرنا دلوقتي، المفروض انت اللي هتعمل كل صغيره وكبيره. شيون بيقول الراجل ده عبيط ولا ايه، جايبني هنا علشان يقعد يعيط قدامي. الدوك بيقول لهم انتوا اللي اخترعتوا الكشافات اللي بتنور ووزعتوها على التجار ومخليينهم محتكرينها مننا، طب انا بقى قدرت اجمعها من التجار. جوين بيقول له شفت بقى اننا نقدر نعمل حاجات عظيمه، احنا هنا بقى علشان اقول لك ان شيون يقدر يلاقي علاج للمرض المنتشر ده، بس هو عنده شويه طلبات. الدوك بيقول له اوامر يا غالي عايز ايه؟ شيون بيشرح له وجهه نظره، بيقول له السحر ده عالم كبير قوي مش اي حد يقدر يدخله، بس في ناس عندهم قوه سحريه بالفطره، الناس دي بقى هم اللي بيصابوا بمرض الخمول، ولما بيصابوا بالمرض ده طاقتهم السحريه بتتسحب منهم، فاحنا محتاجين نرجع لهم على الاقل جزء من طاقتهم دي علشان يقدروا يتغلبوا على المرض. الدوك بيقول له يعني انت عايز ايه من الاخر؟ انا دماغي تخينه وما بفهمش الكلام ده. شيون بيقول له انا محتاج اعمل شويه تجارب
تجارب على بعض الوحوش الحيه قبل ما اعملها على البشر علشان ما حدش من البشر يجرى له حاجه. الدوج بيقول له شوف انت عايز ايه وانا معاك، اي حاجه تطلبها هتلاقيها. بيطلع شيون من عنده وهو مستغرب ازاي الدوج كبير الدوله ده واثق في عيل صغير زي ده، بس مش مشكله يعني، ما هو اكيد مش هيخسر اكتر من اللي عمال يخسره. المدينه بتتدمر والناس عماله تموت. الدوج بيوفر له كول مساعد الدكتور الفونسو وكمان رافينا كبيره منطقه ليستا، وغير كده وكده اجمد فارسه في المدينه. هو مش بس كده لا، ده كمان بيديله جيت ودي بقى عالمه عندها معلومات مهوله عن الوحوش. شيون بيجتمع بيهم وبيقول لهم عندنا مهمه كبيره لازم نعملها. بياخدهم وبيطلعوا لساحه المدينه وهناك بيستخدم سحره علشان يوريهم مدى قوتهم. العيال بتبقى مذهوله بيه، مين ده وبيعمل الحاجات دي ازاي؟ شيون بيقول لهم السحر عالم واسع ومليان انبهارات، بس لما بتستخدم السحر كتير طاقتك بتقل وجسمك بيوجعك. مش دي اعراض مرض الخمول برضو يا كول؟ كول بيقول له ايوه هي بالظبط. شيون بيقول لهم يبقى تثقوا فيا وتيجوا معايا. بيطلب من كل يستناهم في وحده الرعايه وبياخد البنتين وبيطلع على الغابه. هناك بيعرفوا انهم محتاجين يجيبوا وحش حي علشان يستخدم عليه طاقته السحريه، بس وهم لسه في البدايه كده بيطلع عليهم جوبلin بيتكلم وكان ماسك سيف في ايده كمان. شيون بيتصدم منه. جيت بتقول له جوبلin محارب؟ انا اول مره اشوف جوبلin محارب في منطقه نائيه زي دي، وجوده هنا مش طبيعي. هنا بقى رافينا بتقول لهم ما تقلقوش انا معاكم، بتكسر الدرع اللي عليها وبتهجم على الجوبلin. شيون هو كمان بيحاول يستخدم سحره عليه من بعيد ويساعد رافينا في قتاله. الجوبلin بيصد ضرباتهم وشيون بيزود قوته وبيثبته مكانه. هنا رافينا بتستخدم السيف بتاعها وبترشقه في رقبته وبتخلص عليه خالص. شيون بيقول لها ما كنتش اعرف انك بالقوه دي كلها. جيت بتقول له شكلها نسيت المهمه بتاعتنا، احنا عايزين الوحوش حيه. شيون بيرجع للبيت ما بيلاقيش غير روز اللي بتجيب له شاي وبتساله عن احواله. بيطمنها عليه وبيقول لها ان تجارته ماشيه بشكل كويس. بتقول له كان نفسي اساعدك في انقاذ اعز اصحابي. شيون بيقول لها مجرد وجودك مع ماري وامي وانك بتاخدي بالك منهم ده اكتر مساعده تعمليها ليا. بتقول له ما تقلقش عليهم انا موجوده. بيطلع بعدها شيون يروح لكول اللي بياخده وبيروح لرعايه المرضى. شيون ما بيبقاش فاهم كول عايزه في ايه، بس اول ما بيوصل هناك كول بيقول له اتفضل يا عم، دول مصابين جداد بس اصابتهم خفيفه، في منهم اللي بيقدر يحرك بقه ومنهم اللي بيحرك صوابعه، ممكن توصل لهم طاقه سحريه وتشوفهم هيستجابوا ولا لا. شيون بيعمل كده مع واحد فيهم وبيلاقيه فعلا بيستجاب. هنا بقى بيدرك ان كل اللي بيعمله مش هيروح على الفاضي ومع الوقت هيلاقي علاج للمرض. بيطلع يتكلم هو وكول على جنب كده انهم محتاجين حالات اكتر تكون اصابتها خفيفه برضه علشان يعملوا عليها تجارب. كول بيقول له اول ما يكون في حالات جديده هبلغك. بيدخل عليهم دكتور تاني معاهم وبيسالهم لو وصلوا لحاجه في العلاج. لسه شيون هيفتح بقه ويحكي له كول بياخده على طول وبيطلعه بره. ده قبل ما يقول له نص كلمه اصلا. شيون بيقول له انت بتشدني كده ليه يا عم؟ كنت عايز احكي له اننا وصلنا لمرحله حلوه في العلاج. كول بيقول له يا ابني ده دكتور زيه زينا، هو كمان بيدور في ابحاثه على طريقه للعلاج، فلو قلت له اننا وصلنا لحاجه هيحاول يعطلنا الفتره اللي جايه. بس طبعا الدكتور ده تفكيره مريض وعنده عقده يا صاحبي، مش زي دكاترتنا احنا. شيون بيقول له يا ابن اللعيبه يا كول، ده انت طلعت مش سهل خالص، حتى وانت بتكرهني خايف عليا وعلى المرضى بتوعك. كول بيقول له لا انا مش خايف عليك ولا حاجه، انا خايف على المرضى بتوعي مش اكتر. شيون بيقول له مش خايف عليا ازاي؟ طب بس عيني في عينك كده. كول بيتكسف كده وشه بيحمر وبيسيبه وبيمشي. بعدها بيطلع شيون وبيروح لاخته. هناك بيستخدم طاقته السحريه وبيحاول يوصلها ليها، لكنه بيخاف يحصل لها حاجه فبيشيل ايده بسرعه. بيصبر نفسه كده انه ما يستعجلش وان شاء الله هيلاقي علاج في اقرب وقت. بعدها بيطلع على الغابه وبياخد غيت ورافينا معاه. رافينا بتحارب الوحوش وغيت وشيون بيعملوا عليهم تجاربهم مره في مره كده، بس للاسف كل المحاولات بتفشل. كل مره شيون بيحاول يوصل 50% من طاقته السحريه للوحوش، الوحوش بتموت. جيت بتقول له مش جايز طاقتك دي بتطهرهم من اجسامهم. شيون بيقول لها مش فاهم قصدك ايه. قالت له يعني انت بتستخدم عليهم 50% من طاقتك، ما احنا كده مش عارفين طاقتهم زي البشر ولا لا. شيون بيقول لها قصدك اننا محتاجين نستخدم الطاقه دي على البشر؟ قالت له بالظبط زي ما انت بتقول. شيون بيرجع لاخته وبيطلب من روز تجيب له سمك من اللي كان في البحيره زمان. روز بتسمع كلامه وبتجيب له السمك اللي هو عايزه. شيون بيبدا يستخدم عليه طاقته وبيوصل ل 90% والسمك ولا بيتاثر. طاقه شيون هتخلص والسمك برضه ما بيتاثرش. هنا بقى شيون جاله لاج، الوحوش بتموت عند 50% والسمك وصل ل 90. طب يا ترى البشر طاقتهم كام؟ روز بتقول له انت قصدك ايه بالكلام ده؟ انت عايز تجرب على البشر؟ ما عادش حد عنده طاقه سحريه غير انا وانت، انت عايز تجرب عليا ولا ايه؟ شيون بيقول لها والله معلش بس الظروف حكمت. روز بتقول له يا عم وانا موافقه، انا ما عنديش اعز من ماري علشان اضحي بحياتي علشانها. شيون بيقول لها لا ما تقلقيش ان شاء الله مش هتضحي بحياتك ولا حاجه، اهم حاجه بس وانا بستخدم طاقتي عليك لما تحس باي وجع او اي حاجه غريبه فيك عرفيني على طول. روز بتقول له قشطه يلا بينا نبدا. بيبدا شيون وعند ما بيوصل ل 50% كده بيفتكر الوحش اللي مات منه فبيسحب ايده على طول، وده قبل ما روز تحصل لها حاجه اصلا. روز بتمسك ايده وبتقول له كمل انا تمام. شيون بيكمل فعلا وروز كل اللي عليها ان جسمها بيسخن شويه. شيون بيقول لها معلش محتاجين نعمل كده 10 دقايق. روز بتحط ايدها على خده وبتقول له ماله انت تعمل اللي انت عايزه. شيون بيحس ان الموضوع رايح بيهم لحته مش حلوه كده، فبيقول لها المره الجايه هنعمل الحوار ده وكل موجود، هو راجل بيفهم في الطب برضه هيفيدنا اكتر. روز قالت له ايوه صح. بيطلع شيون يقابل اصحابه الجداد وبيشوفوا جنود الدوك وهم بيلموا كل مصابيح البرق اللي في المدينه. شيون بيبقى مستغرب من اللي هم بيعملوه. جيت بتقول له الاشباح لو ظهرت هيبقى موقفنا صعب قدامهم. كول بيقول لها اشباح مين؟ ما فيش الكلام ده طبعا. هنا بقى رافينا بتسحب سيفها وبترفعه في وش كول. بتقول له انت بتقلل من كلام شيون. كول بيقول لها اهدي بس كده ونزلي السيف بتاعك. اقلل منه ازاي؟ ده المعلم بتاعنا كلنا، انا شايف نتائجه في الطب ومبهور بيه. فعلا بتنزل السيف وبتقول له ايوه كده وهتقلل منه تاني. شيون بيقول لهم اسكتوا بقى صدعتوني. بينادي على جيت وبيقول له ايه الاخبار بتاعت الوحوش؟ ما فيش حاجه جديده ظهرت. بتقول له بخلاف الاشباح ما فيش حاجه جدت علينا
علينا من ايام حرب ليجري. شيون بيقول لها حرب ليجري؟ ايه الحرب دي اصلا؟ رافينا بتقول له انت ما تعرفهاش ولا ايه؟ احكي له يا جيت عنها. جيت بتقول له دي يا عم حرب قامت من 1000 سنه، كل الدول اتجمعت سوا وحاربوا الشياطين. شيون بيقول لها طب واتسمت بليجري ليه؟ قالت له تقريبا كده قائد الدول ساعتها كان اسمه كده. نسيبهم بقى وبنروح للدك اللي قاعد يسجل كل صغيره وكبيره بتحصل في دولته. بيسجل ان مفيش جديد حصل الفتره الاخيره غير السحابه الحمراء اللي ظهرت معاها الاشباح. بيعدي يوم واثنين وثلاثه وسنين ولسه الوضع كما هو. لسه شيون بيحاول يلاقي علاج ولسه المرضى مصابين زي ما هم، ولا حد منهم خف ولا صاحبنا شيون مل، والوضع كان في ثبات غريب لغايه ما بيعدي سنتين. شيون بقى عنده 12 سنه ولسه بيتعب نفسه وبيشتغل، والوضع زي ما هو لغايه ما في مره وهو في رعايه المصابين بينقل طاقته لواحد فيهم. المريض بيبتسم ومراته بتطير من الفرحه وبتشكر شيون على اللي عمله. صاحبنا بيطلع وراه كول بيقول له انا شايفك تعبان ووشك اصفر، انت مش ناوي تريح شويه؟ شيون بيقول له ما تقلقش انا تمام زي الفل. كول بيقول له خد لك اسبوعين راحه على الاقل. شيون بيقول له طول ما انا قادر اتحرك مفيش راحه، ما تقلقش عليا. بيطلع يقابل رافينا وغيته وبياخدهم معاه للبيت. لسه يعرفهم على امه وروز، بيدخل عليهم ابوه ومعاه جلاس. بيقعدوا كلهم يتعشوا سوا، بس شيون ما بيبقاش مبسوط، وده لانه شايف كرسي اخته جنبه فاضي. ابوه بيحس بابنه وبيقوم هو وامه يخففوا عنه. بيقول له يا ابني بقالك سنتين شغال في انك تلاقي علاج وما لقيتش، وطاقتك عماله تخلص. امه بتاخده في حضنها كده وبتقول له ريح نفسك شويه يا ابني علشان ما تروحش مين انت كمان زي اختك، مش لازم تشيل هم كل حاجه لوحدك. شيون بيقول لهم اهدوا بس يا جماعه، انتوا مكبرين الموضوع زي كل كده ليه؟ انا زي الفل كله تمام وطاقتي موجوده، ما تقلقوش ولا حاجه، اطمنوا انا مش هسكت غير لما اعالج اختي. ابوه بيقول له بس ده تعب عليك يا ابني. شيون بيقول له تعب ايه؟ انت مش فاكرني لما كنت بتدرب على السحر ولا ايه؟ ده انا اخترعت السحر وطورته كمان. ابوه بيقول له عندك حق فعلا، طول عمرك عبقري وانا هثق فيك. بياخده بالحضن في وسط مشهد مؤثر. شيون بيطلع بعدها يقعد مع اخته وبيطمنها انه هيلاقي لها علاج ان شاء الله، لغايه ما بيشوف السحابه الحمراء ظاهره في السماء تاني. بياخد الكشاف بتاعه وبيطلع جاري. روز بتحاول توقفه بس هو بيطلب منها تاخد بالها من امه واخته وهو هيتعامل. بيطلع الشارع بيلاقيها نفس السحابه اللي ظهرت يوم ما كانوا جايين للمدينه. ومش بس كده، ده بيلاقي مجموعه كبيره من الاشباح جايين مع السحابه. بيبص كده بيلاقي 2 من الحراس ماشيين عادي في الشارع. شيون بيزعق كده وبينادلهم وبيقول لهم شبح، بس الحراس مش شايفين حاجه. بيقولوا له انت عبيط ولا ايه؟ شيون بيطلع من وراهم وبيموت الشبح. الحراس بيبقوا في حاله ذهول. شيون بيسيبهم وبيروح للدك. بيعرفوا اللي بيحصل انه محتاج دعم منه علشان يقدر يواجه الاشباح. الدك بيأمر الخادم بتاعه انه يطلع كل مصابيح البرق اللي لموها من المدينه ويوزعها على كل الحراس ويطلعوا مع شيون ويسمعوا كلامه. الخادم بيروح يقول كده للقائد الاعلى للحرس، هو ده بقى يبقى لوند بياخد كلام الخادم بهزار. بيقول انت جايب لنا عيل بشخه نسمع كلامه. بقى الحراس بيضحكوا على كلام القائد بتاعهم، بيطنشوا كلام الخادم. وهنا بيدخل عليهم رافينا جايه للقائد الاعلى علشان تساله هي هتعمل ايه بالظبط. بتشوف شيون ساعتها فبتقول له الله انت هنا بتعمل ايه؟ لسه شيون هيرد عليها. بيدخل عليهم الاثنين حراس اللي شيون لسه منقذهم. بيشكروه بيلاقوه واقف مع القائده بتاعتهم. لوند بيلاقيهم كلهم عمالين يطبلوا لبعض. بيقول لهم يلا يا حلوين بقى اطلعوا انتوا واجهوا الاشباح. رافينا بتقول له يعني انت مش هتيجي معانا؟ ما تقلقش يا شيون انا معاك برجالتي. يلا يا رجاله. بتاخد الاثنين اللي على الله وبتطلع معاه. الاثنين دول اصلا لسه شيون منقذ حياتهم، مش عارف هيواجهوا الاشباح ازاي وهم مش شايفينها. شيون بيطلع بيهم جري وبيقول لهم لازم نأمن بوابه المدينه الاول، هي دي اللي هتشيل عننا كتير وتمنع الاشباح تدخل المدينه. رافينا بتقول له يلا يا باشا انا في ظهرك، ومعاها الاثنين اللي على الله كمان. بيبقوا بيجروا على سور المدينه كده. فشيون بيشوف 5 من الاشباح داخلين المدينه. بيطلب من رافينا ان هم لازم ينطوا من على البوابه علشان يلحقوهم قبل ما يدخلوا. شيون فعلا بينط من على البوابه وحراس البوابه بيتفاجئوا بيه. انت مين يا عم انت وجيت هنا ازاي؟ شيون بيقول لهم مش وقت تعارف، ارجعوا بسرعه احموا البوابه وانا هتعامل مع الاشباح. الحراس بيقولوا له اشباح ايه؟ مفيش حاجه يا ابني قدامنا، انت عبيط ولا ايه؟ شيون بيفعل سحره وبيضربه في الارض وبيظهر لهم الاشباح المخفيه. الحراس بيقولوا له يخرب بيتك انت ايه اللي انت عملته ده؟ ايه العفاريت دي كمان؟ شيون بيزود قوته وبيقضي على اول مجموعه اشباح. هنا بتكون رافينا وصلت وبتعرف نفسها للحراس. بتقول لهم جينا هنا باوامر من الدك علشان نحمي المدينه. شيون ما بيقفش معاهم كتير وبيطلع على سور المدينه علشان يشوف لو في اشباح تانية، لكنه بيتفاجئ من الاعداد اللي داخلين عليهم. يا حلاوه. رافينا بتقول له في ايه قلقتني؟ بيقول لها ما الوضع يقلق برضه، دول عددهم فوق ال100 شبح، ده احنا ليلتنا بيضه. شيون بينزل من على السور وبيولع اكبر عدد ممكن من المصابيح بتاعه البرق علشان تطرد الاشباح، وده لو حاولوا يوصلوا للبوابه. رافينا بتقول له اللي بتعمله ده مهم يعني؟ شيون بيقول لها الاشباح دي لو قربت للمصابيح هتظهر لكم وساعتها هتقدري تحاربيهم. رافينا بتقول له وانا هستنى لما توصل هنا وتظهر لي كمان، انا في ظهرك يا باشا، تقدم وانا وراك. فعلا بيتقدم شيون ورافينا بتشيل مصباح من اللي هو عمله وبتتقدم معاه. بيبدا شيون يستخدم سحره بس اعداد الاشباح كانت كتير، مجهوده ما كانش كفايه. رافينا بتحاول تساعده بس للاسف شبح منهم بيطفي البرق اللي معاها. بيهجم عليها وهنا بقى بيجي دور واحد من رجالتها بيحط سيفها على ضوء البرق وبيحدفه لها. رافينا بتمسك السيف وبتشتغل ضرب في الاشباح، ولكن برضه مجهودها ما كانش كفايه. شيون بيجيب اخره بيقول لهم كله يوطي على الارض. بيفعل كل قوته وبيعمل رياح جباره من ضوء البرق بتاعته، بيصعق كل الاشباح اللي موجوده. بيقولها وهو مرهق ومش قادر يتحرك. رافينا بتقومه كده ولسه هتحتفل بيه. شيون بيتصدم من اعداد الاشباح اللي لسه داخلين عليهم، لسه هيفقد الامل. بيلاقي صرخه جايه من ظهره. مين ده بقى يا صاحبي؟ ايوه بالظبط كده، هو جلاستو جاي وجايب معاه كل مغامرين المدينه. بيقول له ما تقلقش يا عم شيون، انت واجهت المجموعه الاولى لوحدك، ريح انت بقى واتفرج واحنا بنقضي على المجموعه الثانيه. شيون بيبقى مستغرب مغامرين ايه اللي هيواجهوا شبح مخفي. جلاستو بيقول له اهدى بس على رزقك. بيأمر المغامرين انهم ينفذوا تعليمات جيت اللي كانت بتشرحها لهم، وهي بقى ان كل المغامرين يحطوا الاسهم في ضوء البرق اللي شيون عمله ويحدفوه في حته عشوائيه ويعملوا بيهم دايره، واول ما الدايره بتكتمل بتظهر كل الوحوش اللي فيها. وهنا بقى بيستخدم المغامرين الاسهم العاديه وبيقتلوا بيها الاشباح. جلاست بيصرخ كده وبتبقى دي صرخه النصر. بيقطع فرحتهم دي لوند اللي جاي وجايب حراسه معاه. بيقول لهم انتوا عاملين دوشه عند بوابه المدينه ليه؟ وبعدين ايه بقى يا عم شيون انت جايب صحابك معاك ليه؟
كل اللي واقفين مستغربين يعني ايه جايب صحابك معاك دي. لوند بيقول له ايوه جاي المدينه وجايب وحوشك معاك. جلاست بيقول له ما تغلطش فيه بنص كلمه، ده هو اللي انقذنا من الاشباح. لوند بيقول له اشباح؟ طب يلا يا رجاله اقبضوا بقى على شيون وكل اللي معاه دول. الحراس مش مستوعبين امر القائد بتاعهم، فضلوا واقفين مكانهم مش مصدقين. لسه لوند هيزعق فيهم كده فجاه بيتسحب للسما بقوه مخيفه، وساعتها رقبته بتطير، بيركب على جسمه رقبه حد تاني، بينزل الارض وبيقول لهم يا مرحب بالغوالي، ما نزلتش الارض من زمان، اخباركم ايه بقى؟ كل اللي واقفين كانوا مصدومين ومش عارفين ايه اللي بيحصل، مين ده وعايز ايه بالظبط. بينزل على الارض جلاست وبيقول له انت مين يا عم انت؟ الشيطان بيقول له حلوه منك، انت تسالنا انا مين قبل ما تعرف لي نفسك، انا هسامحك على الخطا ده، عموما انا اساف ملك الشياطين الاسطوري، ايه رايك فيا بقى؟ اخيرا اتحررت بعد 1000 سنه من الكبت والحبسه، وجاي النهارده علشان اخلص عليكم كلكم. كلهم بيبقوا شايفينه عادي ما عدا شيون، هو الوحيد اللي شايف كم الطاقه السحريه اللي حواليه. جيت بتتصدم كده وبتقول له شيطان، هي الشياطين لسه موجوده اصلا؟ اساف بيقول لهم مش معقول، انتوا مش عارفين ان الشياطين لسه موجوده؟ بس عادي يعني انا عاذركم، ما انا برضو محبوس بقالي 1000 سنه، ولكن جه الوقت اللي اعرفكم فيه بنفسي. المغامرين كلهم بيشدوا سيوفهم بس قوه اساف جباره، بتكه واحده منه بيدمر نص المدينه. شيون بيطلب من رافينا وجيت يهربوا ويبلغوا اهل المدينه ان هم لازم يغادروا المدينه في اسرع وقت. جلاست بيجي له بيقول له مين ده يا شيون؟ واللي استخدمه ده سحر ولا ايه؟ شيون بيقول له والله يا عم جلاست ده لو سحر فدي مرحله انا ما احلمش ان انا اوصل لها، بس كل اللي اعرفه ان الطاقه السحريه اللي حواليه اضعاف مضاعفه من طاقتي. جلاست بيقول له سيبهولي انت يا شيون وهتشوف انا هعمل فيه ايه. اساف طبعا مش سامع لهم وعمال يدمر في المدينه، كان مبسوط بمعاناه الناس. شيون بيقول له على الهادي يا عم